السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. لو انت جديدة عندي في القناة يا ريت القناة تعجبك وتعملي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد، ولو انت من المتابعين تعملي لايك وتشوفي الحلقة للآخر وتشيري الفيديو وتدل على الخير كفاعله. والنهارده زي ما انتم شايفين معايا لحمة باردة، شايفين لونها جميل وبتلمع ازاي. خشوا الحلقة ان شاء الله كده وشوفوا الحلقة وان شاء الله تعجبكم وتنفذوها بإذن الله. يلا بينا. زي ما انتم شايفين انا حطيت الحله بتاعتي على النار. لما الحله سخنت خالص كنت نازله باللحمه بتاعتي اللي هي نص كيلو لحمه ملبسه، يعني فيها نسبه دهون. انا اديت اللحمه بتاعتي صدمه وسبتها دقايق كده لعند ما حسيت ان هي خدت لون، فبقلبها على الناحيه الثانيه اهي عشان خاطر الناحيه الثانيه هي كمان تاخد لون وتنزل السوائل اللي فيها. النهارده زي ما نسيت اقول لكم هعمل كباب حله. كباب حله ده جربوها بالطريقه ديت ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وان شاء الله لما تطبقوها هتشكروني. يعني بعد ما غطيتها كده وسبتها 5 دقايق نزلت السوائل بتاعتها والسوائل نشفت، واصبح مفيش الا قطع الحله اهوت الدهان اللي نزل من الحل من اللحمه. نزلت ببصلايه كبيره متقطعه كرات كبيره اهيت وثلاث فصوص توم اللي متعص في ايديا دوت دي يا جماعه. فوديها تقليبه كده وتشويحه مع بعضها. ورجعت نزلت طماطم صغير، يعني نص طماطميه او طماطميه صغيره متقطعه مكعبات صغيره خالص، وبرده يا اما قرن فلفل اخضر رومي صغير يا اما ربع قرن فلفل كبير بتتقطع برده مكعبات صغيره قوي. ليه مكعبات صغيره كده؟ علشان خاطر ما يبقالهاش اثر اصلا، متعوداها تكون في التسويه دي. ننزل النكهه بتاعتها. والحله ديت اللي فيها البصل دي اهي عشان هعمل فيها مكرونه. انا مش هعمل المكرونه معاكم، بس انا بديكم نبذه ان انا هعمل جنب الاكله دي مكرونه. انتوا شايفين نشفت اهيت، فبرجع احط نص كوبايه ميه. كل ما اللحمه تنشف معايا وتكون هي لسه ما استوتش بنزل بنص كوبايه ميه لعند ما تلاقيها ان هي خلاص كده استوت. او نسيت اقول لكم احنا بنحط مع اللحمه ورق لوري وحبهان، يمكن الحبهان باين اهوت في المعلقه. شايفين بتديكي ريحه جميله جدا جدا. وخلاص في اخر مرحله بتحسي ان هي خلاص استوت، بتنزلي بقى بالملح والفلفل الاسمر ومعلقه سمنه بلدي لو انت حابه. بتلمع ازاي. بس انا اكتفيت بصراحه ما حطيتش سمنه بلدي، مش ناشفه. وعملت المكرونه اللحمه كتير عملت معاكم المكرونه قبل كده، بس انا ما صورتهاش معاكم يا دوبك اديتكم نبذه كده ان انا بعمل مكرونه جنب اللحمه ديت. ويا رب ان شاء الله كده تنفذوا الطريقه وتعجبكم. اشوفكم في حلقه جايه باذن الرحمن.